السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله للناس اللي كينساو الكود ديال ما سي ان اس اس ديال لابليكاسيون ديال سي ان اس اس. غادي نشرح لكم إن شاء الله كيفاش أنكم تردوا الكود ديالكم بكل سهولة وبساطة. الله غادي نمشيو مباشرة لابليكاسيون، غادي ندخلوا لابليكاسيون، من بعد غادي يطلعوا معنا هاد الواجهات بجوج. غادي نمشيو مباشرة لخانة فضاء المؤمن له، كنكليكيو على ديك الخانة ومن بعد كطلع هاد البلاتفورم اللي غادي نشوفها ان شاء الله اللي فيها نسيت القن السري. كندخلو لهاديك نسيت القن السري، كنكليكيو عليها اسفل المربع الاخضر ومن بعد كطلع هاد الواجهة ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم فيها بواحد الشكل اللي هو دقيق كيفاش اننا نسترجعوا الكود ديالنا. اول عملية كنديرو في الخانة الاولى اللي الفوق، كنحاولوا اننا نسجلوا فيها المعرف ديال لا سي ان اس اس ديالنا اللي كيخصنا، اللي لا بد اننا نسجلوه في واحد الورقه ونحتفظوا به باش اننا ما يتلفش لينا ونبقاو ديما عاقلين عليه، لانه هذا المعرف هذا اللي كيتكون من 9 ديال الارقام مهم جدا في جميع العمليات ديال لا سي ان اس اس اثناء التعويض. وكذلك الا بغيتي انك تدخل لابليكاسيون ديالك خص ضروري انك دير هذاك المعرف ومن بعد عاد كدير الكود ديالك اللي ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نشرحوا لكم كيفاش اننا نردوا هذا الكود بكل سهولة باذن الله تعالى. من بعد ما كنديروا هذا المعرف الرقمي ديالنا كنجيو الخانة الثانية اسفل المعرف، كنديروا الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديالنا وكنحاولوا اننا نكونوا دقيقين في ادخال جميع المعلومات اللي كتعلق بنا باش تنجح العملية بكل بساطة. كتجي الخانة الثالثة اللي كتعلق بالسنة والشهر واليوم اللي تزدتي فيه او اللي تزدنا فيه، يعني تاريخ الازدياد. كنديروا الشهر وكنديروا اليوم وكنديروا السنة بكل دقة باش الامور تمشي بسلاسة. اخواني وصلنا للخانة الرابعة، هاد الخانة الرابعة اللي كتعلق بالبريد الالكتروني، يعني الجيميل ديالنا اللي درناه اول مرة فاش دخلنا هاد لابليكاسيون او لا تسجلنا في هاد لابليكاسيون. فضروري هذاك الجيميل الاول هو اللي غادي دير، لانه من خلاله هو غادي يجيك الكود ديالك اللي نسيتيه. لا قدر الله نسيتي الجيميل ديالك ولا البريد الالكتروني ديالك، فما عليك الا انك تمشي لاقرب وكالة ديال لا سي ان اس اس او ديال الضمن الاجتماعي باش انهم يعطيوك كود او لا تعطيهم هذاك البريد الالكتروني الجديد اللي عندك باش انك تبقى توصل بكل الرسائل اللي كتجيك من صندوق الضمان الاجتماعي. قلت انك عقلتي على البريد الالكتروني ديالك، فمن خلال هذا البريد الالكتروني اللي درتيه في هذه الخانة الرابعة غادي يجيك الكود ديالك وغادي تدخل بكل بساطة. فملي كتوصل بالكود ديالك من خلال البريد الالكتروني ديالك ولا الجيميل كتقيدو في ورقة ومن بعد كتدخل المعرف الرقمي ديال لا سي ان اس اس ديالك اللي كيتكون من 9 ديال الارقام، تدخلهم في الخانة الاولى ومن بعد كدير الكود ديالك اللي جاك في الجيميل وقيدتيه في ورقة كديرو في الخانة التالية، كدير تأكيد، كتسترجع الحساب ديالك ديال التطبيق ديالك.